وطول ما دم الصحفي رخيص، وطول ما دم الصحفي رخيص، يسكت يسكت اي نقيب، 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 يسكت يسكت اي نقيب. الشرقاوي صحفي في وكالة أنباء بكر الشرقاوي صحفي في وكالة أنباء وعضو في رابطة الصحفيين والمصورين الميدانيين. النهارده بدأنا في أول تصعيد أو أول خطوة ناخدها كشباب صحفيين ميدانيين ومصورين ميدانيين، إن إحنا ننزل ونعترض على اللي بيحصل لنا في الشارع من انتهاكات ومن اعتداءات، سواء من جانب وزارة الداخلية أو أجهزة أمنية، أو سواء من جانب المتظاهرين أو أنصار الإخوان أو أيا كان مسماهم. إحنا نازلين وبنقول مش عايزين حد يعتدي علينا، مش عايزين حد ينتهك يعمل أي انتهاك أو اعتداء على أي صحفي في الشارع. إحنا بنقول إن إحنا مش طرف في أي صراع موجود ما بين أي أطراف في الدولة، إحنا مجرد ناس في الشارع بننقل الحقيقة. قد يكون البعض مختلف مع سياسة تحديد بعض القنوات لبعض الصحف، لكن مش معنى ده ان انا اضرب صحفي او اعتدي عليه، وهو ذات الصحفي مش بالضروره ان هو يكون بيعبر عن السياسه اللي بتنتهجها وسائل الاعلام. النهارده بدانا بوقفه صامته على سلم نقابه الصحفيين، عبرنا فيها عن راينا برفع لافتات بتقول شوت اس جورناليست، اضربونا رصاص لو كان ده هيريحكم. لكن بنقول ورفعنا لافتات عليها 12 صورة 12 صحفي قتلوا في منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. مطالبنا كانت واضحة وصريحة من خلال البيان اللي احنا اعلناه بأن يكون في فتح باب للتحقيق في مقتل 12 صحفي وصحفية من ثورة 25 من خلال ثورة بعد 25 يناير وحتى الآن. 2 الإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين أيا كانت انتماءاتهم والغير متورطين في أي أعمال عنف لمجرد ان هو صحفي بيصور بس. 3 الزام كافه المؤسسات الصحفيه والاعلاميه بعرض لوائح الجزاءات والفصل. 4 بتعويض المناسب للصحفيين اللي بيتم الاعتداء عليهم من جانب المؤسسات الصحفيه والاعلاميه بان هم يعوضوهم عن الخسائر الماديه والجسديه اللي ممكن تحصل لهم من جراء اي اعتداء في الشارع. 5 تفعيل لوائح الصحفيين المتدربين بحيث ان يتم تعيين شباب الصحفيين المتدربين بعد 6 اشهر من تدريبهم. 6 الزام المؤسسات الصحفيه والاعلاميه بتوفير معدات وتوفير دورات سلامه مهنيه. اخيرا تفعيل جدول الملتزمين بقضاء الصحفيين. كل المطالب دي احنا شغالين عليها علشان خاطر هو صحيح يعني موت ميادة زميلتنا الله يرحمها أثر فينا كلنا، وكلنا هنسعى إن إحنا ناخد القصاص من اللي قتلوها. مش هنسكت، هنفوق وكل صحفينا يطالبوا بمطالبهم، صحفيين ميدانيين ومصورين ميدانيين مش هنسكت تاني. وبنناشد كل المواطنين يا جماعة إحنا مش طرف في صراع ما بين اي حد، احنا مجرد ناس بنشتغل في الشارع، احنا مش طرف في الصراع. وكمان بنرفض اي سياسه استقطاب لاي حد لطرف ما او على حساب طرف ما او لخدمه مصالح طرف معين. احنا مجرد ناس بننقل الصوره في الشارع مش اكتر ولا اقل. النهارده قلتوا هتعتصموا لغايه الساعه 6 داخل النقابه بعد كده بعد ما انتهينا من الوقفه احنا حاليا موجودين جوه نقابه الصحفيين لحد الساعه 6 مساء كاعتصام مؤقت لعده ساعات. بالنسبه للخطوات التصعيديه، اي خطوه تصعيديه مش هتتاخد غير بعد الرجوع لكافه الصحفيين والمصورين الميدانيين. في خطوات تصعيديه قادمه ممكن تعملوها، او ايه هي الخطوات القادمه في حاله عدم الاستجابه لهذه المطالب؟ في اشكال كتير طبعا، في اشكال كتير للتصعيد، لكن احنا ما استقرناش. احنا ممكن نقاطع مؤتمرات الحكومه، ممكن ما نغطيش مؤتمرات وزاره الداخليه، ممكن ما نغطيش اي مؤتمر للحكومه بتعقده. ده في اكتر من طريقه، ان احنا نصعد بيها. في الاعتصام داخل نقابه الصحفيين، في اكتر من طريقه ممكن نصعد بيها، بس مفيش اي خطوه هنتخذها الا بعد الرجوع لكافه الصحفيين والمصورين الميدانيين. ميادة ودي صوت الناس ميادة، قولوا لأي رئيس تحرير، قولوا لأي رئيس تحرير ماشي بأوامر المشير، ماشي بأوامر المشير، إن الصحفي ده صوت الناس، إن الصحفي ده صوت الناس، مش بالحاكم والحراس، مش بالحاكم والحراس. القصاص القصاص
الشخصيه الميدانيه يوم الجمعه النهارده 4 ابريل يعرفوا قيمه كل مصور ومحرر ميداني. طب عايزين نعرف موقف انت تعرضت له خلاك اللي انت مصر على المصادر دي. تعرضنا لمواقف كتير جدا، ومش انا لوحدي، كل الصحفيين الميدانيين كل تقريبا يعني مفيش اسبوع بيعدي عليه غير لما يتعرض لموقف من مواقف التعدي من قبل الداخليه او من قبل الاخوان او من قبل اي مواطن. انا اخر موقف تم التعدي عليا من الاخوان في جامعه عين شمس واتسرقت بعض معداتي. عايزين نعرف حضراتكم النهارده شايفين عاملين انتوا عاملين اضراب ولا ما نزلتوش غطيته، عايزين نعرف حضراتكم النهارده ايه؟ واحنا النهارده دي اول بدايه لينا كخطوه تصعيديه ان احنا هنعمل اضراب داخل النقابه واضراب اعتصام داخل النقابه واضراب عن طريقه العمل الميداني كخطوه تصعيديه ان احنا نوصل لمؤسسات الدوله ان احنا ناس بننزل نشوف شغلنا، ان احنا ناس نازلين يعني لا نازل اقول يسقط ده ولا يسقط، انا نازل اشوف شغل مش نازل اموت. احنا النهارده اول مطلب لينا ان احنا بنحاول نفتح تحقيق او بنطالب ان احنا نفتح تحقيق في مقتل 12 من زملائنا من اول 25 يناير اللي عندنا النهارده باخرهم ميادة اشرف الله يرحمه. تاني مطلب الافراج عن زملائنا المعتقلين كلهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسيه. ثالث مطلب ان احنا عايزين مؤسسات الدوله تحمينا لان احنا ناس نازلين نشوف شغلنا. ثالث حاجه عايزين مؤسساتنا اللي احنا بننتمي ليها ان هي تحافظ على حقوقنا، لو حد لا قدر الله حصل له حاجه تعوضه. انا مش نازل اموت علشان خاطر حد. يا نقيب الصحفيين، يا نقيب الصحفيين، يا نقيب الصحفيين، يا نقيب الصحفيين، دم الصحفي في رقبة مين؟ دم الصحفي في رقبة مين؟